فانتاستيك، برافو عليكم، اكسلنت، برافو عليكم. طيب احنا دلوقتي هنقلب على الصفحة اللي بعدها وهنشوف، هناخد حاجة جديدة خالص. طيب في الجزئية الجديدة دي حاجة اسمها General Notes on Reading and Listening، يعني ملاحظات عامة عن القراءة والاستماع. الجزء ده مهم لأن هيدينا ملاحظات لغوية مهمة جدا نستخدمها في الكلام في الجمل. بيقول لك عندنا اونلاين واوفلاين، متصل وغير متصل. هنوضح دلوقتي ازاي نستخدم الكلمتين دول بطرق مختلفة. يعني عندنا مثلا اونلاين عايزين نستخدمها ك adverb، يعني كظرف، فعايزينها احنا بقى في الحالة دي ايه؟ تصف الفعل. في الحالة دي هتصف الفعل وهتيجي بعد الإشارة إلى كيفية إتمامه. إزاي؟ يعني زي المثال اللي عندنا ده، بيقول why don't you find information online؟ ليه انت ما دورتش على المعلومات دي عبر الانترنت؟ هنا هو صف الفعل ووصف الفعل وجاء بعده للإشارة إلى كيفية إتمامه. أونلاين جاء بعد الفعل، خدنا بالنا؟ طيب بعد كده عندنا استخدام تاني الأونلاين اللي هو إيه؟ كأدجكتيف. إزاي؟ بعد ما خليناه اللي يصف الفعل عايزينه بقى يصف الاسم، بس لو خليناه يصف الاسم معنى كده ان هيجي قبله. ازاي؟ يعني هيقول لك عندنا مثال طارق likes playing online games. طارق likes playing online games. فاحنا عشان نخليه adjective ويصف الاسم ويجي قبل الاسم، يبقى في الحالة دي هنحط اونلاين قبل جيم، فهتبقى اونلاين جيم. فهنا وصف الاسم واجا قبله. اوكي. طيب الجزء اللي بعد كده جزء اوفلاين. اوفلاين عايزينها تصف الاسم او برضو تأتي بعد فعل verb to be. تأتي بعد ايه؟ الverb to be. verb to be اللي هو am و is و are. طيب ازاي؟ عندنا هنا Ali is offline. He can't text me now. Ali is offline. He can't text me now. طيب هنا استخدمنا offline بعد الverb to be اللي هو is، لو احنا خدنا بالنا من الموضوع ده. تاني حاجة عندنا هنا حاجة اسمها instead أو instead of. الاتنين دول بيدونا نفس المعنى تقريبا بس وظيفتهم مختلفة. ليه؟ instead دايما بتيجي في نهاية الجملة التانية، والجملة دي تقريبا بيبقى فيها فاصلة زي ما احنا موجود في الجملة عندنا في الإكزامبل. he didn't use his tablet، بعدين فاصلة he used his smartphone instead. لو لاحظنا حطينا instead في آخر الجملة، وعارفين طبعا instead دي بمعنى بدلا من، فهي بتيجي في نهاية الجملة التانية وبتسبقها عادة بفاصلة، عشان تبقوا عارفين برضو معلومة. الكلمة اللي بعد كده اللي هي instead of دي حرف جر. تمام؟ الحرف الجر دون بيتبعه اسم أو فعل مضاف له ing، زي الاكزامبل اللي عندنا بيقول instead of doing his homework he went to bed. الفعل أو الاسم قدامنا بقى ing زي ما هو متظبط في القاعدة. طيب الحاجة اللي بعد كده تقريبا دي الأخيرة هنا
الفرق بين remind و remember. يبدو ليك ان remind و remember شبه بعض. لا، remember معناها يتذكر، انما remind معناها يذكر، ان حد بيذكر شخص اخر. طيب remind دي verb. طيب عايزين نشوف لها مثال. يقول لك can you remind Ali to bring his car? Can you remind Ali to bring his car? هل تستطيع أن تذكر علي إن هو يحضر سيارته؟ remind. فهنا زي ما خدنا اللي هي اتولفت على طول مع شخص عشان تذكره، تستخدم للتذكير remind. طيب remember تستخدم remember بمعنى يتذكر. طيب عايزين نتذكر، فهنا في المثال بتاعنا بيقول I remember visiting Luxor last year. هو دلوقتي بيفتكر حدث حصل في الماضي فبيقول I remembered، وضاف ايدي عشان هو بيتكلم عن الماضي بالبسط، وناخده بعدين الكلام ده مش مشكلة، بس خلينا في remember دلوقتي. فالفعل remember بيستخدم بمعنى يتذكر، وده يتذكر يعني من نفسه، محدش بيتذكره، انما remind ده حد بيذكره او بيطلب من حد يذكره. تمام؟ الجزء اللي بعد كده هناخد حاجة اسمها expressions و prepositions، تعبيرات وحروف جر المهمة جدا ان ناخدها. ايه هي الاكسبريشنز اللي موجودة عندنا؟ هنقراها. pre-minute يعني في الدقيقة. pre-minute. الكلمة اللي بعد كده outdoor activities يعني أنشطة خارجية. الكلمة اللي بعد كده a whole day يعني يوم كامل. الكلمة اللي بعد كده use wisely يستخدم بحكمة. use wisely. هنيجي الجنب التاني من المستطيل بتاعنا runs on both يعمل باستخدام كل من. runs on both. طيب الكلمة اللي بعد كده launched its first أطلق أول، ودي بتتحط في السياق launched its first. الكلمة اللي بعد كده smarter transportation يعني النقل الذكي. الكلمة اللي بعد كده what about يعني ماذا عنه، وبعد كده بيجي الفعل في المصدر، بيجي الفعل في ing what about. طيب احنا دلوقتي عايزين نخش على الجزء اللي بعد كده اللي هو prepositions، ودي عبارة عن حروف جر وحطيتها لك في سياق معاها كلمات عشان تقدر تفهم. أول حاجة on your phone أو tablet معناها على هاتفك أو على جهازك اللوحي. learn to يعني يتعلم أن. on the screen على الشاشة. on the internet عبر الإنترنت. vision for رؤية لي. at breakfast في وقت الإفطار. search for يبحث عن. جنب التاني use for يستخدم لي. chat with يدردش مع. made by يصنع بواسطة. balance with يوازن مع. share with يشارك مع. يدار بواسطة run on أثناء اليوم during the day. طبعا احنا عايزين نحفظ الحاجات دي لأن احنا هنلاقيها في الأسئلة، نخلي بالنا برضو. طيب دلوقتي هنشوف دلوقتي معانا ده اختصارات للدروس اللي موجودة، القراءة والريدنج والليسننج، فاحنا هناخدهم دلوقتي مش مشكلة، مش لازم نقرا الاختصارات دي. عندنا أول درس قراءة ريدنج بيقول ده عبارة عن بلوج بيتكلم فيها واحد اسمه طارق. فطارق بيتكلم عن موضوع a day in my digital life. طيب بيقول Hey everyone, my name is Tariq and I want to share my digital day with you. ازيكم يا جماعة، أنا طارق، أنا عايز أشارككم حياتي الرقمية معكم. I always start my morning by checking my phone. دايما ببتدي يومي بان انا بشوف التليفون بتاعي. I usually have 3 or 4 messages from my school friends
عادة بلاقي 3 أو 4 رسايل من صحابي في المدرسة. Sometimes my cousin from Alexandria sent me funny pictures. ساعات صحابي ساعات ابن عمي من اسكندرية بيبعت لي صور مضحكة. At breakfast I often use my tablet عندي في الفطار عادة بستعمل التابلت to search for news، ببحث عن الأخبار. My favorite app show me interesting facts about animal and space. الابليكيشن المفضل عندي بيوريني أمور مذهلة، حقائق مذهلة عن الحيوانات والفضاء. I never ate without looking at something on my screen. أنا أبدا ما أكلتش إلا وأنا ببص على الشاشة. I know it's not a good habit. I know it's not a good habit. يعني أنا عارف إن هي مش عادة كويسة. At school we sometimes use the smart board. في المدرسة ساعات بنستخدم السبورة الذكية. in our science class في حصة العلوم. Our teacher show us amazing video about planets and animals. مدرسنا بيورينا فيديوهات مذهلة عن الكواكب والحيوانات. I love watching them. أنا بحب أشوفهم. We also use computer in our computer class twice a week. وبرضه بنستخدم الكمبيوتر مرتين في الأسبوع في حصة الكمبيوتر. I'm learning to type faster. أنا اتعلمت أكتب على الكيبورد بسرعة. I can type 25 words per minute now. أنا بعرف دلوقتي بقيت بستطيع أن أنا أكتب 25 كلمة في الثانية. After school I always do my homework first. في المدرسة بعد المدرسة بكتب الواجب بتاعي الأول. أنا عادة search for information my laptop. يعني بدور على معلومات على اللابتوب. when I need help with my project. لما محتاج مساعدة في المشروعات. I usually search for information on my laptop when I need help with my project. تمام؟ My favorite website has lots of useful information for students. يعني الموقع الإلكتروني المفضل لدي عنده معلومات مفيدة جدا للطلبة. In the evening I sometimes play online games with my friend. في الليل أحيانا بلعب مع أصحابي ألعاب أونلاين. We usually play for 1 hour then we stop. نلعب ساعة وبعدين نتوقف. My parents والدي always remind me to take a break from the screen. يعني والدي دايما بيقولوا لي ان انا لازم اخد وقت مستقطع، يعني اريح عيني من الشاشة. طيب في سؤال هنا، لا بس موصلناش للسؤال. before bedtime بيقول له هو عايز يريح عينه قبل ما ينام. I often read e-books. أنا عادة بقرأ الكتب الإلكترونية on my tablet على التابلت بتاعي. I love adventure stories. بحب قصص المغامرة but I always use the night mode. أنا دايما بستخدم الوضع الليلي. So the screen doesn't hurt my eyes. لذلك عيني ما بتتأذاش. I think technology is amazing. أنا أعتقد إن التكنولوجيا مذهلة but I'm learning to use it wisely. لكن أنا بتعلم أستخدمها بحكمة. السؤال هنا بيسألنا what about you? How do you use technology in your day? كده خلصنا القطعة دي. ده القطعة reading عندنا. احنا كده خلصنا القطعة. لو نزلنا لتحت هنلاقي في كلمات تحت عبارة عن ترجمة للحروف. في أرقام 5 و10 و4. هنلاقي هنا في القطعة حروف برضو 10 و9 و8 زي ما انتم شايفين. دي تركيبة الكلمات لو احنا محتاجين نرجع لها بعدين ممكن تفيدنا. دلوقتي هنخش على الدرس اللي بعده، وده درس listening. الدرس listening ده بيقول my screen time. طيب ده محتاجين نسمعه. Hi, I'm Ayman. I'm 13 years old student.
ازيكم يا جماعة؟ أنا أيمن، أنا طالب عندي 13 سنة. I love my digital life. أنا بحب حياتي الرقمية. Every day I spend about 3 hours. أنا كل يوم بقضي 3 ساعات on my phone smartphone على التليفون بتاعي. I use social media. بستخدم مواقع التواصل الاجتماعي to chat with my friends اللي عشان أدردش مع أصدقائي and watch funny videos أو أشاهد فيديوهات مضحكة on the internet على الإنترنت. It's fun but sometimes I spend too much time online. أنا بقضي وقت كتير قوي أونلاين. عشان كده my mom says I need to reduce. الماما قالت لي إن أنا محتاج إن أنا أقلل my screen time وقت الشاشة بتاعي because it affects my sleep لأن ده بيأثر على نومي. She is right. طبعا هي محقة. Sometimes I feel tired in the morning. ساعات بحس بالتعب في الصبح. I also use my tablet. بستخدم برضو التابلت بتاعي for homework في حل الهومورك الواجب like searching for projects. زي مثلا ان انا ابحث عن المعلومات عشان البروجكت المشروعات. Digital devices are great but I think we need to balance them with outdoor device. بيقول لك الحياة الرقمية أو الحاجات الرقمية اللي بنستخدمها طول اليوم دي رائعة وجميلة، بس احنا لازم نفكر ازاي نوازنهم مع الأمور أو الأكتيفيتي الخارجية اللي المفروض اللي احنا نشتغلها عشان نريح عنا من السكرين تايم. اوكي، وزي ما احنا شايفين برضو عندنا هنا أرقام برضو في نهاية الليسننج وفيها ترجمة الكلمات اللي احنا محتاجين لو احنا محتاجين عايزين نعرف ترجمتها او نعرف معناها. ان هي مكتوب تحت اجهزة رقمية ومشروعات ومترقم جنبهم عموما، فهتساعدكم في الدراسة. طيب عندنا في الجزء ده في الليسون 2 بيقول the hybrid bus. hybrid bus ده في قطعة عليه بتقول Egypt has launched. مصر أطلقت its first hybrid bus in أسوان. أول أتوبيس هجين في أسوان. It runs on both electricity and diesel. بيشتغل بالكهرباء والديزل. helping reduce pollution. بيساعد إن احنا نقلل التلوث and protect the environment. بيحمي البيئة. The bus was made by Egyptian company اللي هو مصنوع من شركة مصرية عن طريق شركة مصرية and include modern technology. وفي برضو جواه تكنولوجيا برضو متحضرة like smart navigations and quiet engines اللي هي المحركات اللي هي الهادئة. It's support بتدعمهم. Egypt Vision رؤية مصر 2030 for clean smart cities. في ان تبقى مصر نظيفة فيها مدن ذكية. Most parts of the bus are made locally. معظم أجزاء الباص مصنوعة في محلي. creating jobs طبعا بتخلق وظائف. This bus is just the start of Egypt journey to greener smart transportation. الأتوبيس ده بداية لمصر، ده بداية رحلة مصر للحفاظ على البيئة واستعمال الطرق النقل الذكية. وطبعا الترجمة تحت اهي في شوية كلمات ما تستفيدكم بعدين وبشوفوها. طيب كده احنا خلصنا القطعة دي. نشوف الصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها عبارة عن part of speech، أجزاء الكلام. الجملة عندنا في اللغة الإنجليزية بتتكون من اسم وفعل وصفة noun وadverb noun وverb وadjective. noun وverb وadjective. noun وverb adjective. طيب النون هو عبارة عن كلمة تطلق على شخص أو شيء أو حيوان أو مكان. a word that names a person, thing, animal or place. طيب number 2 الverb اللي هو الفعل.
ده هو كلمة بتدل على فعل أو حركة. A word shows us an action. أوكي. Adjective صفة، هي كلمة تصف الأسماء. A word that describe nouns. طيب دلوقتي هنخش على الجزء بتاع البراكتس اللي احنا هنتدرب عن اللي احنا خدناه فوق دون. عندنا الكلمات اللي موجودة funny, start, adventure, digital, website, effect. عايزين نصنفهم ل noun و verb و adjective. طيب ازاي؟ بناء على اللي احنا فهمناه من الجزء اللي فوق. وطبعا انت ممكن ترجع بالفيديو وتروح وترجع براحتك الفيديو بتاعك يعني. طيب هنرقم الحاجات دي النون والفيرب والادجكتيف بارقام عشان يبقى عندنا سهولة. طيب اول كلمة معانا funny، وfunny دي تعتبر صفة لانها بتصف الاسم. funny تعتبر صفة لانها بتصف الاسم. طيب تاني كلمة معانا اللي هي start، وstart تعتبر start دي حركة فتعتبر ايه؟ فعل. برافو عليك، تعتبر فعل لان start دي حركة يبتدي شيء. طيب الكلمة اللي بعدها adventure. adventure دي معناها شيء او تجربة، وشيء التجربة ده معناته ايه؟ ان هو هيبقى ايه؟ شيء او تجربة. احنا قلنا عندنا الشيء او التجربة ده يدل على ايه؟ شيء او التجربة. عندنا فوق بيقول لك شيء او تجربة. adventure تعتبر شيء او تجربة لان الادفنشر دي مغامرة، فالمغامرة دي تعتبر ايه؟ شيء فعلا، فهي هتبقى ايه؟ noun. برافو عليكم، هتبقى noun. معلش مرة في مرة والامور هتبقى سهلة. طيب الكلمة اللي بعد كده digital. طيب digital دي تعتبر ايه؟ لسه واخدينها. digital دي تعتبر ايه؟ noun ولا verb ولا adjective؟ noun ولا verb ولا adjective؟ برافو عليكم، تعتبر صفة لأنها بتصف الاسم. برافو عليكم. عندنا ايه تاني؟ ويب سايت. ويب سايت دي طبعا بيدل على مكان. ويب سايت الموقع الإلكتروني بيدل على مكان. طيب المكان ده يعتبر noun ولا verb ولا adjective؟ عندنا لو بصينا فوق نعرف الإجابة. موجودة فوق، ركزوا معايا. ويب سايت noun. برافو عليكم، هيعتبر noun. برافو عليكم. فالنون في الحالة دي اللي هو الاسم، فيقول ايه؟ I visited a new website. اللي أنا زرت موقع جديد. طيب بعد كده effect. effect دي بقى يدل على ايه؟ تأثير. effect دي تدل على تأثير. The weather affect my mood. الطقس أثر على المود بتاعي. في الحالة دي يعتبر verb. برافو عليكم. فاحنا كده هنخش بقى على الاكسرسايز، على الفوكاب اللي خدناها قبل كده. فبيقول لنا برضو choose the correct answer from A, B, C or D. اوكي. أول سؤال بيقول our teacher explains the lessons using the نقط and show us amazing video. wall ولا smart board ولا door ولا window؟ يقول لك المدرس بتاعنا بيشرح لنا الدرس مستخدم ايه عشان يورينا فيديوهات. smart board. you're right. برافو عليك. smart board. طيب اللي بعد كده I always use my نقط to search for information on the internet. دايما بستخدم حاجة عشان أبحث عن معلومات الإنترنت. عندنا بن، لابتوب، بوك، تلفزيون. فكروا فيها كده. لابتوب. الإجابة الصحيحة لابتوب.
اللي بعد كده number 3 I use my tablet to read نقط online e-books smart board smartphone screens. اللي بستخدمه عشان اقرا لا انا بستخدم التابلت بتاعي عشان اقرا ايه؟ طبعا الاي بوكس، الكتب الالكترونيه. طيب بعد كده الصفحه اللي بعد كده فيها اسئله برضو، مكملين اسئله، هنحل اسئله كتير. I نقط with my friends when they online run see remind chat. انا ايه مع اصدقائي لما يبقوا اونلاين؟ انا ايه؟ I نقط with my friends when they are online. بعمل معاهم ايه وهم اونلاين؟ بايه؟ I هتبقى run ولا see ولا remind ولا chat؟ فكروا شوية. Yes, you're right. Chat. I chat with my friends when they are online. Okay. Number 5. We should not between screen time and other outdoor activities. Share, protect, balance life. يعني we should بيقولك ينبغي ايه بين السكرين تايم وقت الشاشة والأمور الخارجية الأوتدور اكتيفيتي. نعمل شير ولا بروتكت ولا بالانس ولا لايف؟ We should not between screen time and other outdoor activities. المفروض نعمل ما بينهم ايه؟ screen time والاوتدور activity نعمل ما بينهم ايه؟ شير ولا بالانس. برافو عليكم. بالانس نعمل توازن. اوكي عندنا اسئله تانية من الكتاب. السؤال نمبر 6 بيقول I want to نقط my digital day with you. هتبقى draw ولا share ولا listen ولا watch؟ انا عايز ايه؟ رقميه، يوم الرقمي معاك. يبقى draw ولا share ولا listen ولا watch؟ I want to I want to share my digital day with you. You're right. السؤال السابع number 7. What نقط devices do you use when you go online? Handmade, plastic, digital, wooden. دي سهلة دي بقى. What ايه الأجهزة اللي بستخدمها عشان أطلع أونلاين؟ digital. You're right. سهلة بسيطة عبيطة جدا. طيب سؤال number 8. Egypt has نقط the first hybrid bus in أسوان. لسه واخدينها في القطعة. A closed, launched, damaged, painted. Egypt has أطلقت أول هايبر أتوبيس هجين في أسوان. نقولها بالعربي. launched. برافو عليكم. You're right. Okay. أسئلة تانية عندنا. Number 9. It's good to نقط a break after looking at a screen for a long time. عندنا take, made, continue, do. It's good to من الجيد وبعدين نقط a break لسه أخدينها after looking a screen for a long time. احنا قلنا break دي ممكن تستخدم راحة، فعايزين نقول المتلازمات اللغوية الناس واخدينها. take a break. برافو عليكم. take a break. You're right. Number 10. I use my phone to take نقط off my cat. دي سهلة. ايه اللي بستخدمه عشان اخد صور؟ pictures صور. 11. I put a new نقط to connect to the internet and use apps. calculator, sheet, smartphone, notebooks. انا بقى اشتريت شيء جديد عشان اتصل بالانترنت واستخدم الابليكيشن. الإجابة ايه الشيء الحديث اللي عشان نستخدم الانترنت بيه؟ اكيد مش الشيت يعني. سمارت فون. برافو عليكم.
12 it's good idea to use نقط mood when you're reading at night. ايه اللي فكرة كويسة ان نستخدمه بالليل عشان يحمي علينا. انا جاوبتها. مود قبلها، لو احنا خدناها من الجمل قبل كده هنحس ان مود دي قبلها كلمة. ها it's a good idea to use نقط mood when reading at night. mood نجيب لها ايه؟ استخدمها night mood. برافو عليكم. عندنا هنا أسئلة عن الديفينيشنز، التعريفات. أول حاجة نقط is a portable computer. إيه هو الكمبيوتر اللي بنستخدمش فيه أسلاك؟ تي في، لابتوب، سمارت بورد، سكرين. أكيد لابتوب يا جماعة. يعني اللابتوب الإجابة طبعا هتبقى اللابتوب. زي ما احنا شايفين كده. السؤال 14 بيقول the نقط is an interactive board used in classrooms to teaching lessons. هي السبورة المتفاعلة اللي بتستخدم في الحصص الدراسية عشان ندرس عليها. screen، سمارت فون، كاميرا، سمارت بورد. سمارت بورد you're right. عندنا أسئلة تانية عن ال expressions وال prepositions، فهنشوف. بيقول he likes drinking water. he likes drinking water not of soda because it's healthy. هو بيحب يشرب مية نقط وبعدين soda because it's healthy. عندنا كلمة في بيجي وراها اوف في الاختيارات، لو خدنا بالنا ما عرفناش نفهم الجملة ممكن نجيبها من الاوف برضه. ايه اللي بيجي قبل اوف اللي احنا لسه واخدينه في حروف الجر؟ instead he likes drinking water instead of soda because it's healthy. okay 16 Egypt has a strong vision نقط clean energy and modern city. مصر عندها رؤية واضحة نقط لطاقة نظيفة ومدن حديثة. اللي يجيبها تكون ايه بقى؟ فور ولا ان ولا ات ولا نكست؟ الإجابة هتبقى فور. you're right. تمام. هنروح للصفحة التانية هنلاقي حاجة اسمها speaking، يعني مهارات للتحدث. دلوقتي أنا هقول السؤال اللي هو questions وانتوا ممكن ترددوا معايا الانسرز اللي هي الإجابة. أول واحد how do you spend your day؟ كيف تقضي يومك؟ answer I use digital device like smartphones. أستخدم أجهزة رقمية مثل الهواتف الذكية. 2 what things do you do every day؟ ما هي الأشياء التي تفعلها كل يوم؟ الإجابة every day I use my phone and chat with my friends online. كل يوم أدرس وأستخدم هاتفي وأتحدث مع أصدقائي عبر الإنترنت. how do you start your morning؟ كيف تبدأ يومك؟ I start my morning by checking my phone and getting ready for school. أبدأ صباحي بفحص هاتفي والاستعداد إلى المدرسة. Number 4 what do you do after school؟ ماذا تفعل بعد المدرسة؟ After school I have a rest, do my homework and use the internet for the learning. بعد المدرسة باخد راحة هعمل الواجب بتاعي واستخدم الانترنت للتعلم. ده جزء السبيكينج. هنروح بقى لجزء تاني لك asking and answer questions about technology. وجه أسئلة ورد عليها عن التكنولوجيا. فإحنا هنقولها أهو questions و answer. question number 1 what device do you
use most. ما هو الجهاز الرقمي التي تستخدمه أكثر؟ I use my smartphone. أستخدم هاتفي الذكي. Number 2. When do you use it? متى تستخدمه؟ I use it in the morning before school. أستخدمه في الصباح قبل المدرسة. Number 3. Why do you use it? لماذا تستخدمه؟ I use it to study my lessons, search for information and talk my friends. أستخدمه لأستذكر دروسي وأبحث عن المعلومات وأتحدث مع أصدقائي. خلصنا احنا كده الجزء ده. عندنا ايه تاني هنا؟ احنا كده خلصنا الجزء دون. هنشوف الصفحة اللي بعد كده. فاحنا كده خلصنا الجزء بتاعنا. بالنسبة لجزء الجرامر اللي انتوا شايفينه ده فاحنا هنعمله في فيديو تاني عشان نقدر نشرحه بطريقة تكون واسعة وبراحتنا وبالطريقة اللي تناسبنا، لان عشان نقدر برضو نفهمه وما نكروتوش فلازم فيديو لوحده. طبعا انا مستنياكم في الفيديو الجاي، وما تنسوش انا مس ايمي معاكم ان شاء الله. هدرس لكم اللغة الانجليزية الصف الأول الإعدادي، وإن شاء الله تكونوا قدرتوا تفهموا. تنسوش طبعا تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك إن شاء الله بإذن الله. ده الجزء الأولاني، وإن شاء الله الجزء التاني هعمل فيه الجرامر. يلا باي باي، أشوفكم الفيديو الجاي.